السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة في كرة مع المصري. عنوان حلقتنا النهاردة: الأهلي اتزحلق على السيراميك والزمالك أكل السمسمية. واحد يقول لي يعني إيه؟ أقول لك يعني يا باشا، الأهلي امبارح للأسف وكالعادة اتعادل مع سيراميكا كليوباترا، فكليوباترا زحلقته. أما نادي الزمالك من شوية كالعادة برضه قدر يكسب النادي الإسماعيلي بنتيجة 3-1 ويتصدر الدوري بفارق الاهداف عن النادي الاهلي. هنتكلم عن مباراه الزمالك والاسماعيلي الاول. كابتن احمد حسام ميدو بارك الله فيه يعني نزل المباراه، جاب هدف في الدقيقه الثانيه، كوره كورنر كده يعني، فاول اتلعب بالصدفه جاب جول. تمام. يقوم كابتن حسام ميدو يفتح الجيم قدام الزمالك: يا ابو الكباتن انت كسبان 1-0، انت بتفتح الجيم ليه؟ فين نص الملعب عندك؟ بص يا ابو الكباتن، هقول لك على حاجه، نصيحه مني اخويه يعني. يا ريت والله ترجع تقدم برامج، ده بالنسبه لك ارحم من التدريب. لان كده كده يحيى الكومي مش هيسيبك كتير. يعني انت الماتش الجاي لو خسرت اعرف ان انت كده كده هترجع القناه، ده لو رضوا يرجعوك. والله دي نصيحه يعني، انا بنصحك اخويه يعني. يا ريت يا كابتن احمد ترجع للقناه تاني وتقدم برامج، بدل وجع القلب اللي انت فيه دوت والشنب اللي انت عامله اللي ملوش اي لازمه ده، وعمال تزعق وعمال مش عارف تعمل ايه وانت فاتح لي الجيم قدام الزمالك. انت سايب زيزو براحته بيستلم، حتى شيكابالا لما نزل براحته بيستلم، كل اللعيبه بتستلم براحتها. مفيش خط نص في النادي الاسماعيلي، خلينا صراحه. اللي شاف الماتش، مفيش خط نص. لعيبه الزمالك بتستلم بمنتهى الاريحيه في نص الملعب، كل لعيب ياخد الكوره ويروح يلاقي قدامه اتنين تلاته فاضيين، مفيش اي مشكله. مس باص رهيب من لعيبه الاسماعيلي. سبحانك يا رب. النادي الاسماعيلي قدام الاهلي حاجه، وقدام الزمالك حماده تاني خالص. حماده حماده يعني. ده انتوا المركز الاخير في الدوري. العبوا. وعمالين يشوطوا ويضيعوا فرص وحاجات غريبه كده احنا شفناها في المباراه بصراحه. فحاجه يعني الدوري المصري عمره ما هيتغير، وهنفضل ماشيين بنفس الايه، القاعده. لسه طبعا هنشوف الكلام ده طبعا في مباراه الاهلي وبيراميدز اللي هتلعب يوم الاثنين. نادي بيراميدز بيبقى حماده قدام فرق الدوري كلها، ويجوا قدام الاهلي حماده تاني خالص. بايرن ميونخ بيلعب، بايرن ميونخ. يعني هنشوف بيراميدز الماتش الجاي قدام الاهلي، هتلاقي الاهلي بيلعب بايرن ميونخ بتاع مصر. دي حاجه معروفه. خلاص احنا كده عرفنا الفرق اللي بتلعب قدام الاهلي واللي بتلعب قدام الزمالك. مفيش. نادي الزمالك اتصدر بصراحه. نادي الزمالك يستحق. اه انا اهلاوي، بس نادي الزمالك يستحق ان هو يتصدر ويستحق ان هو يكسب. لان النادي الاسماعيلي ما لعبش. هي اخر 10 دقايق الاسماعيلي بدأ يروح شويه على جول الزمالك وعمل فرص والكلام ده. بالنسبه للناس اللي بتتكلم ان الدوري انتهى وان الزمالك حسم الدوري، لا لسه بدري. لسه بدري قوي، احنا لسه في الاسبوع العاشر. وقلت لكم قبل كده يا جماعه ان الاهلي والزمالك هيقعوا كتير الموسم ده. الاهلي والزمالك هيقعوا كتير قوي الموسم ده. يعني مش بعيد يوم الاثنين الجاي نلاقي مثلا الزمالك وقع قدام اسوان، ده وضع طبيعي عادي جدا، لان الماتش هيبقى في اسوان الساعه 3 الا ربع، وهتبقى مباراه صعبه على فكره. نادي اسوان نادي محترم، وكسب النهارده النادي المصري 2-1. لا نادي اسوان نادي محترم جدا. فلسه الدوري بدري قوي يا جماعه. يعني اللي هيجي دلوقتي يقعد يحفل بقى والزملكاويه يحفلوا ويقولوا اصل احنا خدنا الدوري وانتوا مش عارف ايه، لا لسه بدري. نصيحه بقى للحاج كولر: يا عمده، يا باشا، يا لعيبه الاهلي، انتوا لو فضلتوا بالمستوى ده انتوا بتضيعوا الدوري. يعني لو فضلتوا بالمستوى ده انتوا هتضيعوا الدوري. اللعيبه يا جماعه مش في كولر، ولا العيب في حد. العيب في اللعيبه وفي الاداره. في اللعيبه، ان اللعيبه دي شبعت بطولات خلاص، فلوس، شبعت. الاداره مصممه، اداره الاهلي لحد دلوقتي مصممه على اللعيبه دي. وطول ما الاداره مصممه وبتعاند في جمهور الاهلي، الاهلي مش هياخد الدوري. وعلى فكره انا لما قلت ان الدوري لسه بدري، انا اتكلمت ان الدوري لسه بدري
ان محدش يقدر يحكم دلوقتي مين اللي هياخد الدوري. على فكره فيوتشر يا جماعه فرقه كويسه جدا، فيوتشر بيتسحب، ونادي بيراميدز اللي هو بايرن ميونخ اللي هيلعب قدام الاهلي بيتسحب، والاهلي والزمالك انا بكررها المره المليون وهطلع كل حلقه وافكر حضراتكم ان الاهلي والزمالك هيقعوا كتير. محدش بقى يقول لك دلوقتي اصل الزمالك ركب والزمالك مش هيسيب والزمالك هيدوس، كل ده على دماغي والله، كل ده على دماغي، بس انا بقول لكم من دلوقتي الاهلي والزمالك هيقعوا كتير، ونادي الزمالك فيه لسه ماتشات له صعبه وهيقع، ولسه مباراه القمه يوم 20/1. لسه بدري قوي يا جماعه على الدوري، لسه بدري قوي على الدوري. بلاش نقعد نستعجل ونقعد نقول اصل الزمالك خد الدوري، لا ده الاهلي خد الدوري، لا ده مش عارف ايه، لا مفيش الكلام ده. الدوري السنه دي صعب على كل الفرق، المستويات كلها متقاربه وده واضح، والحمد لله والشكر احنا ما عندناش كوره في مصر اصلا يعني، كله في البطيخ وكلنا واخدين بالنا من الكلام ده يعني. فلسه بدري، لسه بدري قوي ان حد يحسم الدوري وان يقول مثلا الدوري بقى للزمالك او للاهلي او بلاش بقى ايه شغل ترندات وشغل بقى اللي كل واحد بقى يكيد التاني بلاش يا جماعه، هي كده كده اصلا ايه، هي بايظه بايظه. حتى التحفيل يعني يا ريت يكون التحفيل باحترام، يعني احنا كاهلاويه وزملكاويه طول عمرنا بنحب نحفل على بعض، ودي حاجه كويسه والله، الكوره طبعا بتحب التحفيل والكلام ده، بس يعني بلاش ايه نقعدوا بقى اصل انتوا مش عارف ايه وانتوا ايه والكلام ده كله، ونحفل على بعض باحترام، لان كده كده احنا هنحفل على بعض طول الموسم. بالنسبه للاهلاويه وبالنسبه للزملكاويه صدقوني والله هنحفل على بعض طول الموسم، الاهلي والزمالك هيقعوا كتير قوي في افريقيا وفي الدوري، فاحنا يعني ايه مش هنخلص من التحفيل السنه دي، كده كده هنحفل على بعض لما يعني ربنا يكرمنا. والله يكون في عون روي فيتوريا، والله العظيم ثلاثة بجد انا حاسس بيه، الراجل المدير الفني لمنتخب مصر بصراحه يعني كده. الدوري المصري كله كده على بعضه ما فيهوش الا حوالي 2 أو 3: احمد سيد زيزو، امام عاشور، حمدي فتحي في الاهلي، شكرا. والباقي كله طيارات ضايعين. هنفضل نعتمد بقى على المحترفين بقى بس لوحدهم، يعني احنا عندنا مثلا 6 محترفين، منتخب مصر يلعب 6 محترفين مثلا، والباقي مثلا ونحط زيزو معاهم وحمدي فتحي وامام عاشور وشكرا على كده يعني، ولا ايه؟ انا مش فاهم بجد في ايه. عملت انا حلقه قبل كده واتكلمت على موضوع منتخب مصر، وعلى موضوع ان اللعيبه دي المفروض تبقوا رجاله شويه، وعلى المفروض بقى ان الكوره بجد تتقدم عندنا شويه، يبقى في شويه دم. بس للاسف، للاسف على فكره نادي الزمالك، انا اتكلمت وقلت عملوا مباراه النهارده كويسه وكل حاجه، بس الزملكاوي اللي بيفهم في الكوره هيلاقي ان الزمالك برضو بيلعب على سطر وبيسيب سطر. يعني الزمالك ماتش تلاقيه عالي قوي وماتش تلاقيه وقع، زي مثلا مباراه حرس الحدود، الزمالك اداهم 4-0 وعمل مباراه عالميه، جه قدام المقاولين ربنا نجده من الخساره. النهارده قدام الاسماعيلي، الاسماعيلي سايب طبعا نص الملعب، فالزمالك عمل مباراه عاليه قوي، فطبعا قدام اسوان هيبقى وضع تاني. انا بقول من دلوقتي ماتش الزمالك واسوان ماتش صعب جدا على الزمالك، وهتتاكدوا من كلامي ده يا جماعه. بالنسبه للنادي الاهلي، النادي الاهلي مش فايق خالص، النادي الاهلي بقاله حوالي 5 أو 6 مباريات النادي الاهلي مش فايق خالص، سواء بقى بيكسب سواء بيتعادل، بس الاهلي مش فايق، الاهلي وحش. الحاج كولر لم اللعيبه واظبطوا الكلام عشان الدوري بيضيع. كابتن محمود الخطيب اسمع كلام الجمهور، بلاش تعاند، نصيحه للكابتن محمود الخطيب، بلاش تعاند، بالذات جمهور الاهلي، محدش هيسكت، والسنه دي لو الدوري راح من الاهلي محدش هيسكت. اشتري نفسك يا كابتن محمود، عشان لو الدوري راح من الاهلي السنه دي اعتبر نفسك كده ان انت هتسيب مجلس الاداره، اعتبر نفسك ان انت هتمشي وتسيب مجلس الاداره، صدقني والله، لان الاهلي غير اي حد، جمهور الاهلي غير اي جمهور. جمهور الزمالك بصراحه يعني بيستحمل كتير واستحمل كتير قوي وربنا بيعوضهم. جمهور الاهلي ما بيستحملش، انسى يا كابتن محمود ان هو يستحمل، استحملنا سنه، في التانيه صدقني التالته ثابته. حاول بقى اظبط صفقات في يناير
علشان الدنيا هتبوظ. بالنسبه للناس اللي طالعه، مع احترامي ليهم طبعا، اللي طالعين يقولوا الاهلي خلص صفقه مش عارف افضل باك يمين، والاهلي مش عارف خلص مهاجم ايه. على فكره يا جماعه، مفيش ولا صفقه لحد دلوقتي رسميه الاهلي اتممها، ومفيش لاعب لحد دلوقتي الاهلي بيفاوضه، وكل الاداره مستنيين راي مارسيل كولر. مارسيل كولر هو اللي بيحدد، ولحد دلوقتي مارسيل كولر ما حطش عينه على لاعب. علشان بس الناس اللي طالعه عماله تقول ده الاهلي خلص مش عارف مين وخلص ايه وعمل ايه وسوى ايه، والزمالك مش عارف هيتم مش عارف صفقه ايه. كل الكلام ده كله في البطيخ. وقلت قبل كده انا عامل القناه ديت علشان نتكلم بما يرضي الله. بلاش بطيخ، بلاش بطيخ. لا الاهلي خلص صفقات ولا الزمالك خلص صفقات، ويبقى الوضع كما هو عليه الى اشعار اخر. لسه هنشوف بقى الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. النادي الاهلي لو ما فاقش الدوري هيروح. نادي الزمالك سطر وسطر ولسه بدري. جمهور الزمالك حقه يفرح وحقه يحفل وحقه الكلام ده كله، بس والله لسه بدري. انت ممكن تلاقي الايه انعكست يوم الاثنين الجاي. الاهلي مباراته صعبه جدا امام بيراميدز، وقلنا ان هو بيبقى بايرن ميونخ، بس الزمالك مباراته صعبه جدا قدام اسوان في اسوان. الماتش هيبقى صعب. فبلاش تقعدوا بقى ايه تحفلوا واحنا مش عارف ايه واحنا خدنا الدوري للسنه الثالثه وبتاع، تيجي يوم الاثنين تتصدم ويجي يرجع جمهور الاهلي يحفل. وقلت لكم والله هنحفل على بعض طول السنه. السنه دي كده بالذات يعني ايه، طول السنه كده هنقعد نحفل على بعض، لان الاهلي والزمالك هيقعوا كتير جدا حتى نهايه الدور الثاني. لو فضل الوضع كده في الاهلي وفي الزمالك هنحفل على بعض كتير يا جماعه. اما الاهلي والزمالك لو فاقوا، فاللي هيركب الدوري فعلا مش هينزل. يعني لو في فرقه منهم فائت سواء الاهلي او الزمالك، اللي هيركب منهم الدوري فعلا مش هينزل. خلاص كده تبقى انتهت. كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. ارجو الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واتمنى ان تكون الحلقه عجبت حضراتكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.